اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو يا جماعه فيه فكره حلوه جدا. حاجه انا في البيت عندي يعني حولتها، كان دولاب مطبخ وحولته وخليته دولاب في الحمام. فكره جميله قوي، وهقول لكم بقى الحاجات اللي ممكن تعملوها لو عندك حاجه زي كده وعايزه. يعني طبعا دولاب الحمام بصراحه انا كنت محتاجاه جدا. فاقول لكم بقى علشان ما ترموش اي حاجه قديمه عندكم، اي حاجه مش محتاجينها. تقدري ان انتي تحولي اي حاجه عندك في البيت للحاجات بقى اللي انتي محتاجاها. محتاجه جزامه، محتاجه حاجه. فالدولاب اللي هتشوفوه معايا النهارده ده كان دولاب مطبخ. وتعالوا نشوف الاول الفيديو من اوله كده. هنبدا. انا كنت حاطه الحاجات في المنظم ده. تمام. الحاجات بتاعه الحمام، وبصراحه المنظم ده حلو، يعني كنت راسه فيه الحاجه كده، كان حلو وكان شايل كل حاجه. بس انا كنت عايزه مكان بقى ده الدولاب بقى الجديد. كنت عايزه مكان احط فيه، يعني انظم فيه شويه الحاجات، واحط فيه بقى ايه حاجات التنظيف والكلور، المقشات، المساحات، الحاجات دي هتتعلق كده على جنب. فالدولاب ده شكله بيعجبني قوي، كنت بشوفه بيتباع في مواقع وكده. فقلت ايه اعمله. كان عندي الدولاب بتاع المطبخ بتاعي القديم، ما جاش، ما ملهوش مكان في المطبخ الجديد، فقلت استغله. وتعالوا هنا بقى الاول. بصوا، كولراكس خلص من عندي اللي انا كنت شارياه لمسح الارضيات، اللي هو 5 في 1، هو متعدد الاستخدامات يعني. ولكن بقى ايه، احنا قلنا ان هو مقاطعة. قلتولي مقاطعة في التعليقات، فقلت خلاص ايه مش شارياه تاني. فجيت هنا عايزة انضف بقى السيراميك، على فجأة سيراميك الحمام كله. جبت المقشة القديمة هنا وحطيت فيها شرابين. الفكرة دي كنت قايلها لكم قبل كده. طيب الكولوركس بقى حطيت بديله ايه، حطيت خل، وحطيت اسمه ايه شوية صابون صغيرين، دول هلمع بيهم السيراميك. زودت مية عليهم. وانا هحط منه، انا هستخدمه بقى لحاجات كتير في البيت، لمسح الارضيات، ل يعني مكونات بسيطة جدا، ولكن هتلمع معانا السيراميك. ده التلميع السيراميك اللي هو فوق بس، اللي هو مش بيبقى فيه اي اتساخات خالص. يا دوب انتي كأنه بتتعاملي معاه كأنه زي سيراميك الارضيات يعني. فالسيراميك اللي فوق ده اهو زي ما انتوا شايفين، يا دوب بس ايه تلميعه كده، ومش بيجي حاجه بقى بس فكره الشرابات دي والله جميله خالص. اللي مش عندها الممسحه دي. الممسحه طبعا انتوا كنتوا بتشوفوها قبل كده معايا في الفيديوهات، لكن ولادي بقى ربنا يهديهم كسروها. كسروا اليد بتاعتها، اليد الاستانلس. فعايزه اشوف هينفع اركب لها ايد تانية ولا لا. مثلا لو نفع ان انا اركب لها ايد خشب يبقى خلاص. بس لو انت مش عندك الممسحه اعملي الفكره دي، بجد حلوه قوي. وكمان مش هفضل بقى ايه التانية كنت بفك الغيار بتاعها واغسله كده، لا دي بتحطيها في قلب المية وتشيليها. تحاولي بس ان انت تصفيها من المية كده بسيط، وبعدين تاخديها معاكي على طول، لان ايه بتبصي تلاقيها ما بتشيلش المية قوي، يعني اللي هي بتتصفى على طول من المية. بصوا، بصفيها كده من المية وباخدها على الايه، على الحيطان. وتقدري تعملي الفكرة دي برضو في المطبخ. بس طبعا المطبخ مش هتعمليها بمنظف سيراميك وبس، لا هتزودي بقى شوية حاجات، علشان طبعا ايه سيراميك المطبخ بيبقى عليه دهون. فنفس الخلطة اللي انا هعملها دلوقتي برضو، علشان انا هعمل الحيطان اللي تحت دي، الجزء اللي تحت ده هنضفه بطريقة تانية، فهنضفه بنفس الخلطة اللي انا بعملها للمطبخ. طبعا دي اللي انا معتمداها من سنين، يعني اللي هو ما بنضفش المطبخ غير كده. بحط صابون وبحط ملح ليمون وكربوناته، ويعملوا كده فوران، واطلع بقى على طول على الحيطان، مش بيخلوا اي دهون نهائي. بس انا هنا بقى في المطبخ، بما ان متاح لينا ان احنا ندلق ميه براحتنا، فطبعا هاخدها ايه بالمقشه كده. والمقشه دي بقى انا بستخدمها في الحاجات اللي زي كده، يعني مش بكنس بيها، هي ادمت عندي وبقت اصلا مش حلوه في الكنس يعني، فبقت خشنه كده شويه. فقلت ايه المقشه دي تصدقوا بقى لها عندي كتير قوي، بس ما شاء الله قعدت كتير. انا كنت شاريها رخيصه قوي، كانت ب 12 جنيه المقشه دي تخيلوا، من قبل ما الاسعار تزيد وكده. كنت شاريها بقالها مثلا سنتين ونص ولا حاجه. هو احنا عندنا الحاجه كده بتمشي بقى على مراحل، اللي هو انت جبتي المقشه تكنسي بيها، بعد ما تقدم شويه تبداي بقى تستخدميها في التنظيفات اللي زي كده. يعني بعد كده بقى ممكن ندخلها مرحله تالتة، يعني زي عندي لفت المطبخ برضو، لفت المواعين، تاخد المرحله الاولى بتاعتها بغسيل الكوبايات.
كام يوم كده، وادخلها بقى ايه على المرحله اللي بعدها، اغسل بيها المواعين واحط الليفه الجديده للكوبايات. بعد كده بقى الليفه بتاعت المواعين تدخل في المرحله الثالثه، وهي غسيل حمالات البوتاجاز. يعني بنمرمط الحاجه، يعني لازم ناخد حقنا تالت ومتلت كده. المهم ايه، بدأت ان انا اغسل حيطان الحمام بالشكل ده. الشباك طبعا هطلع له يعني ده اصلا عليه اسمنت، وعايزه اقول لكم ما تشيلش في وقتها. قلت مش مشكله، في وقت ابقى فاضيه فيه كده ابدا ان انا اطلع الاسمنت ده بحاجه، لانه لازق من الشباك من هناك، من بره. مش عارفه دخل ازاي من السلك الاسمنت ده. بس ايه، عايزه بقى اجيب حاجه اكحته بيها كده في مره. وعايزه اقول لكم بقى تجربه ليا مع الاسمنت اللي بيبقى على الشبابيك ده. زمان كان في اسمنت على الشبابيك كده، الالوميتال، شبابيك الالوميتال. فاحنا جوزي ساعتها خلعها لي وغسلتها في الحمام. فكان عندي الخلطه بتاعت ملح الليمون والكربونات، ودي كانت دايما عندي في بخاخه كده علشان بستخدمها للمطبخ يعني. فقلت ايه، ارش منها كده بالصدفه يعني، قلت ارش منها عليهم كده، وببص لقيتها بتطلع الاسمنت بسرعه جدا يعني، فنطفوا معايا حلو قوي. بس هو عيب الخلطة دي لما بتتحط في البخاخة، ان هي شوية وبتلاقي البخاخة بتاعتك اتسدت وبتبوظ خالص، ما يعني بتبوظ البخاخة. الكربونات، ومش ملح الليمون، الكربونات هو اللي بيبوظ البخاخة. فده توصلت ليه كده بعد فترة، علشان كده مبقتش احطها في اي بخاخة خالص. اللي انا عايزاه بستخدمه، مثلا محتاجة شوية من الخلطة دلوقتي بعملها واستخدمها في وقتها. المهم نيجي بقى للجزء التشجيعي ده. بصوا، احب كده الرغاوي بقى من المية والصابون يعني بتبقى بجد حاجة مشجعة كده. الحمام بالذات من الحاجات اللي انا بحبها في تنظيفها، علشان بتدلقي مية براحتك، وتقدريش طبعا تعملي الحاجات دي في المطبخ. عايزه اقول لكم يا بنات بقى عن تجربه ان انا احول دولاب من المطبخ لدولاب للحمام. بجد هي تجربه حلوه، بس هي هقول لكم برضو على العيوب علشان انتوا تاخدوا بالكم لو جيتوا تعملوا حاجه زي كده. مبدئيا انا المطبخ بتاعي ما كانش قديم قوي يعني، انا عاملاه من 3 سنين اصلا، وكان الدهان بتاعه دوكو فرن، وكان يعني دولاب جميل جدا بصراحه، كنت مستخسراه. ف قررنا ان احنا نحوله دولاب للحمام. انا كنت هعمله دولاب الوميتال، بس قلت ايه، لقيت في مهندسة ديكور يعني عاملة دولاب للحمام من الدوكو فرن، من دهان دوكو فرن خشب ودهان دوكو فرن. فقلت طب كويس، طب ما انا عندي، طب ما هو ينفع تمام. وطبعا ايه، يبقى مرفوع علشان المية وكده. فقلت خلاص. هنا بقى ايه، جبت سلكة ناشفة وحطيت وبقيت يعني اعمل بيها الحيطان كده، لان لقيت فيه اسمنت بسيط كده ايه لازق. ما كنتش واخده بالي منه يعني قبل كده، فكنت عايزه اعمله بصراحه. المهم كنت بكلمكم في ايه، فلقيتها بتقول يعني ان الدهان الدوكو فرن في الحمام عادي يعني، وخشب وكده مش هيجراله حاجه، مش هيتاثر. المهم بقى ايه، فقررنا ان احنا نعمله. المهم ان الدولاب ده كان ضرفه واحده يعني. انتوا شفتوا طبعا معايا في الاول وانا بعرضه لكم، وهوريه لكم دلوقتي تاني وهنرصه مع بعض. الدولاب قسمنا الضرفه الواحده دي خليناها 2 يعني. هو كان عامل زي التلاجة بالظبط كده، بيتفتح باب زي التلاجة. لدرجة ان كان اللي بيدخل عندنا المطبخ لأول مرة كان بيحس ان هو كذا حد يقول لنا هو ده ديب فريزر، هو ده تلاجة. يعني لما تشوفوه اول مرة كده تحسوا ان هو زي التلاجة. المهم ايه، قسمنا الضرفة دي 2، بقت ضرفتين كده بتفتح. وعملت له بقى من جوه التصميم بتاعه، جبته من على النت، من اللي هي من دواليب الحمامات يعني، بتبقى متقسمه كده، متقسمه جنب نعلق فيه المقشات والمساحات والحاجات دي، وجنب بنرص فيه الحاجات بقى، الشامبوهات والكريمات والحاجات بتاعتنا التانية. بس وجبته كده. العمق بتاعه بقى في المطبخ كان كام، كان حوالي 45 سنتي تقريبا يعني. هو كان عميق، كان عامل فعلا زي التلاجة. لما احنا جينا بقى طبعا في الحمام مش هينفع العمق ده، عايزين عمق قليل شوية يعني، يبقى مثلا انا خليته حاجة و30، مش فاكرة كام و30 يعني. فخليناه حاجة و30. بشوف دواليب حمام اقل من كده كمان، بس ايه، احنا قلنا عشان اللي هيطلع منه هي يعني هيتهدر يعني.
فالمهم رحت جايه قلت خلاص عملناه زي كده. العيب بقى اللي لقيته، علشان بس تاخدوا بالكم، انه هو النجار اللي خده يعمله ويوديه، يعني النجار اللي بيعمل لي الحاجات في البيت هو اللي خده يوديه بقى اللي بتاع الدهان. فوداه وجابه لنا متغلف وكل حاجة. اكتشفنا انه الدهان بتاعه سيء جدا جدا جدا. حتى القطع النجار برضو قطعه لنا، يعني قطع مش مظبوط، اللي هو القطع اليدوي اللي هو معاه صاروخ بيقطع بيه وخلاص. مش المفروض ان الخشب بيتقطع بالصاروخ الكبير ده، اللي هو بيبقى بيظبط الحاجة بيخليها مظبوطة، يعني مظبوطة جدا. لا، هم العيب نجار، وعيب كمان في الدهان. عايزة اقول لكم الدهان جاي لنا مش ناعم مش املس. انا الدهان بتاعي طبعا هنا الفواصل بتاعتي صفرة، فانا هدعكها دعكة عادية كده بالمية والصابون، وده كان عليه برضو من الخلطة بقية الخلطة. فانا يعني دول همشيهم على البلاعة عشان اخلي شوية مية صغيرين خالص، وبعدين احط عليه بقى ملح ليمون وكربونات، وهسيبه حوالي نص ساعة في الملح الليمون والكربونات. ودول بقى بيخلوا ايه، بيخلوا الفواصل تبيض شوية، بيخلوها تبيض. وبصراحة انا مجربة يعني الفكرة دي حلوة قوي. وهحط بالذات جنب القعدة هحط ملح ليمون وكربونات وكتير. المهم بقى نرجع للدولاب بتاعنا. الدولاب رجع طبعا الدهان بتاعه سيء، وده طبعا ليه؟ علشان دي غلطة مني انا اتعاملت مع حد معرفوش، يعني اتعاملنا مع حد جبناه من على النت كده. احنا طبعا جداد في المكان وكنا بندور على حد يعمل لنا، فجبت حد من على النت من المكان اللي انا فيه، فمعرفش شغله عامل ازاي. يعني انا اتكلت على الله، وربنا ان شاء الله برضو مش هيجيب غير الخير. ف يعني هو شكلا من بعيد تشوفوه كويس، لكن الصنعة نفسها مفيش صنعة. يعني الصنايعي، يعني لو انا كنت دهنته في البيت، ولو جوزي كده هو اللي قطعه كده ودهنه، يعني كنا هنطلع نتيجة احسن من كده. تخيلوا، يعني دولاب ده كان دوكو فرن، تمام، جالنا تقريبا، يعني جاي لنا بأسوأ دهان. انا المطبخ بتاعي من اللمعة بتاعته بتاعت الدهان الدوكو فرن، كان الناس ما مش بتصدق ان هو خشب، كانوا بيفكروه الوميتال، بيفكروه حاجة ليها لمعة يعني قوية عن الخشب. المهم ده كده شكل الدولاب. المقابض بتاعته ستانلس طبعا. ايه، انا ما كنتش طالبه المقابض دي، بس هي جات لي كده زي، لان هو معمول مع مكتبه التلفزيون، فانا المكتبه كنت طالبه لها مقابض ستانلس، فهو عمل الاتنين زي بعض. المهم انا طبعا مش بفضل الستانلس ده في الحمام، لان ده مش بيبقى ستانلس اصلي يعني 100%. هو لونه كمان غير شويه. الدولاب ده عندي بقاله فترة كده كبيرة، بس انا اتأخرت في تصوير الفيديو. المهم جينا بقى بعد كده رصيت اهو كل الحاجة فيه، ولسه بقى هعمل الشماعة او العلاقات اللي هي هيتعلق فيها بقى بصوا اهو. بس انا مش هحط انا هشيل الزعافة دي، مش هحطهم بقى، مش هرص المقشات ولا الزعافات ولا ادوات التنظيف الا لما اعمل العلاقات في الدولاب. ودي شمعة اللي انا كنت شاريها في رنين، كنت موريها لكم قبل كده لمحب الاسترخاء بقى. هي انا بصراحة بقى حباها يعني. هنا اهو ده الشاور وخلاص. ده كده كان فيديو النهاردة. قولولي بقى ايه رأيكم في الفكرة دي، وشكله حلو ولا عجبكم ولا لأ. واشوفكم في فيديو جديد. متنسوش بقى لايكاتكم. مع السلامة. وادي الارض اهي.